حضرة العميد ناجي باكوش، اليوم في الدرس الأول لقراءة مشروع ومسودة مشروع الدستور. اليوم ما هو رأيكم فيما يتعلق بمسألة استقلال القضاء في مسودة مشروع الدستور؟ المسألة استقلال هو الباب المتعلق بالسلطة القضائية فيه نواحي عديدة، وفي اعتقادي تبدأ مسألة الاستقلال المعضلة إلى حد الآن، التي لابد من أن نبحث لها عن حلول. وفي اعتقادي الوثيقة إلى حد الآن لم تتوفق، بالرغم كون الباب هذا يمكن يعتبر من أفضل الأبواب في الدستور، ولكن لم نتوفق بعد إلى إيجاد الصياغ، وخاصة بالنظر إلى اللجوء إلى التعيين في هياكل المجالس القضائية، هذه المجلس الأعلى والمجالس القضائية المتخصصة الثلاثة. في اعتقادي هذه مشكلة كبيرة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني لابد من ضمانات، إيجاد ضمانات إضافية للمتقاضي. وفما جانب مهم جدا في اعتقادي، مهم بالنظر للتاريخ بتاعنا، لابد أن نحظر نمنع في الدستور هدايا اللجوء إلى القياس كمصدر من مصادر القانون الجزائي، لأن هذا يمكن يمثل خطورة بالنظر لتشبث بعضهم بالمنظومة القديمة. القضاة اليوم يأنون ويقولون أنهم ليسوا مستقلين، ماذا تقول في هذه المسألة؟ إذا كان مولي الدار يقولوا ما احناش مستقلين، فهذا بطبيعة الحال هم يعلمون ما يقولون. اعتقادي القضاة يعني يعانيوا من مشاكل مادية، مشاكل ظروف العمل، مشاكل الأجرة متاعهم اللي هي يعني لا تفي بالحاجة إطلاقا، وتعرضهم لمخاطر كبيرة. لأنه القاضي مش يلزم يكون مستقل تجاه السلطة فقط، القاضي يلزم يكون بالخصوص مستقل خصوصا تجاه المتقاضين، وهذا شيء لابد من العمل عليه، لأنه الوضع الحالي وضع غير مناسب. ثم أنه الوضع المناخ العام في البلاد يمكن هو اللي يخلي النص الدستوري الحالي نص يعني دون المأمول، لأنه تقريبا يترجم الوضع الحالي العام في البلاد. شكرا.